السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد ووصفة جديدة. بالنسبة للوصفة ديال اليوم ان شاء الله غنحضر معكم واحد البلا محبوب الجماهير اللي لا بليبار كيبغيوه وكيحماقوا عليه. باستيشيو. انا غادي نحضروا بالكفته. كيجي هاد الطبق ممتاز ولذيذ بزاف. سيرتو ملي كندير الكفته هاد التتبيله اولا هاد العطريه كتجي لذيذه بلا قياس. وكيجي هاد المطه كيف كتشوفوا، واخا ما كنكثرش فيه انواع ديال الفرomاج راه كيجي بنين. فقط تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. نبداو على بركه الله. انا عندي هنا تقريبا جوج حبات ديال البطاطا يكونوا كبار. بالنسبه لقياس بلا واحد غنستعمل، نتوما ديروا الطريقه اللي بغيتو. قطعته على شكل فريت وغندير له شويه الملح باش نقليه. الكفته هنا عندي الكفته ديال الغنمي. ضفت لهاد الكميه معلقه صغيره ديال القزبر ومعدنوس مقطعين. العطريه غادي نديرو شويه ديال التحميره، البزار. المكون ولا السر اللي كيخلي هاد الكفته تجي لذيذه بلا قياس وبنينه ما تشبعوش منها هو القزبر حبوب مطحون. عندي شويه الملحه وشويه ديال الخرقوم. صافي غنخلط جميع العناصر وغادي نشكل كويرات صغار للكفته باش كنشحرهم. كيعجبني نشحرهم في المقله. هنا البلا اللي غادي ندير فيه الباستيشو الفريت راه قلت لكم غندير فيه غير ملحه ونقليه مباشره. هنا غندوز نحضر معكم لا بيشاميل حتى هو كيتحضر بسرعه. عندي هنا معلقه كبيره ديال الزبده اي نوعيه عندكم. غنضيف لها معلقه كبيره ديال الدقيق، من الاحسن يكون نوعيه مزيانه. غنديرها فوق النار تكون مهيله وانا كنحرك، ما توقفوش التحريك باش داك الدقيق ما يتحرق لكمش. يعني نتوما كتحركوا والنار كتكون مهيله في الاول باش كيتجانسوا داك الطحين مع الزبده. عاد كنضيفوا الحليب. ان فوا كتدخل مع ما كنحسوا بها الزبده بدات كتذوب صافي. كنضيف الحليب. بالنسبه لهذا القياس انا ما غاديش ندير نص لتر ديال الحليب كامل، يعني نص لتر غنخلي منه تقريبا واحد الكاس ديال الحليب. شفتوا ضروري هاد المرحله باش كتحسوا بداك الطحين بحال بدا كيطيب مع الزبده كيتخلط مزيان. عاد كنضيفوا الحليب. غنحركوا كل شيء على نار مهيله، ضروري النار تكون مهيله باش ما كيتحرق لكمش ولا كيسخن لكمش داك الدقيق في القاع ديال الكاسرونه. ضروري نستمروا في التحريك حتى كيعقد لنا الخليط. هنا غادي نضيف شويه الملحه وشويه ديال البزار. كاين اللي كيبغي يضيف شويه ديال الكوزه، انا صراحه ما كنديرهاش، يعني كندير غير الملحه والبزار صافي. وكنخلطو مزيان وكنخليو الخليط حنا كنحركو تقريبا واحد 4 دقائق حتى كنحسو بالخليط يولي عاقد على شكل كريمي. صافي هنا في هاد الاثناء درت الزيت ديالي كتسخن باش نقلي الفريت. هنا الفريت ديالي وجد. البيشاميل صافي راه خد ليا القوام المطلوب. شفتوا كيفاش كيجي الشكل ديالو كريمي ما فيهش شي تكتلات. درت الكفته هي اخر حاجه كتشحر باش نديرها مباشره نبدا نمونطي في البلا ديالي. صافي كيف هي تشحات ما كنحاول الكفته دغيا كطيب غير بالصديق غير 1 دقيقه فوق النار وكنحيدوها. صافي هنا غادي ندوز نمونطي. بالنسبه للسر باش كيجيكم لا بيشاميل باش كتجي البيشاميل كتجيكم في الباستيشيو في الاخر داك المطه ملي كتكونوا كتاكلوها هو داك الفرماج. انا عندي ديجا في الكونجيلاتور عندي فرماج احمر وفرماج موتزاريلا كنحكهم ونخلطهم ونديرهم في واحد البلاستيكه. كنضيف ضروري كنهز هكا شويه نديرو في البيشاميل هو باقي سخون وكنحركو مزيان باش كيعطيكم داك المطه. اما اللي درتوه هكا مباشره فرماج احمر سيرتو لو درتوه هو الفوقاني من بوحدو يعني كيتحرق وما كيعطيكمش داك المطه.
صافي هنا كناخذ واحد تقريبا واحد 2 معالق كنديرهم لتحت باش بحال كندهن داك البلا. كنضيف واحد طبقه ديال الفريت، كنعاود نضيف طبقه ديال البيشاميل، يعني كنحاول داك الفريت نلبسو مزيان بالبيشاميل. هي معروفه الباستيشيو باش تجيكم بنينه وزوينه، يعني الانسان يكون فيها سخيه لا بالنسبه للبيشاميل، بالنسبه للفرomاج، الكفته، الفريت، اي حاجه. انا غندير بلا كبير، كنضيف واحد الطبقه ديال الكويره ديال الكفته، كنضيف لهم شويه الفرماج محكوك، ونعاود نضيف البيشاميل بهذه الطريقه باش كتجي البيشاميل كلها جوج طبقات هكا بحال بحال، وكتجي فيهم داك السر وداك التعليكه. الا جربتوا الباستيشيو بهذه الطريقه ان شاء الله غتنال اعجابكم اكيد. مازال غنديرها معكم ان شاء الله بواحد شي مره اخرى، نديرها معكم بلا داند وداند فيمي، كتجي فنه ما تشبعوش منها. صافي هنا درت الطبقه الاخرى ديال الفريت. انا صراحه كنستعمل داك الفرماج ديال الساندويتش حتى هو كنقطعوها كطريفات وندير من الوسط، ولكن دابا ما عنديش، ولكن رغم ذلك كتجي لذيذه بلا قياس. غنضيف الكفته اللي بقات، صافي غنعاود ندير الفرماج والبيشاميل داك الكميه اللي بقات لي كامله. كتحاولوا توزعوا البيشاميل لجميع جميع المناطق، يعني الجوانب كاملين، باش ملي كتاكلوا الفريت كيجيكم كله هكا معمر بالبيشاميل والفرماج. الفرماج اللي بقى ليا غنديرو من الفوق. راه ديجا قلت لكم عندي في البيشاميل اصلا فيه الفرماج، باش من الداخل حركته معاه في الاول ملي كيكون سخون وكيذوب كيطلق لنا داك التليكه ما شاء الله. صافي هنا راه كملت الباستيشيو ديالي، الفران راه سخون مزيان، كنخشيها فيه تحمر من الفوق والتحت. وهنا من بعد ما طابت الباستيشيو كيف كتشوفوا الشكل ديالها ما شاء الله، كتجي محمره مذهبه من الفوق. ملي غتذوقوها ان شاء الله الا جربتوها بهذه الطريقه غتعجبكم. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم وتكون الوصفه نالت اعجابكم. ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه كنتمنى تضغطوا لايك وزر الاشتراك وتفعلوا زر التنبيهات باش توصلوا بكل ما هو جديد. ان شاء الله نضرب لكم موعد في فيديو جديد ووصفه جديده. الى اللقاء.